بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفوا اليوم مع بعض طريقة تحضير كسرة يابسة أو كسرة الرخصاص أو خبز أفطار، يعني تختلف المسميات من منطقة لأخرى. المهم أن هذا الخبز أنا اليوم راح نستعمله غير بالطاحين، ما راحش نضيف له السميد. يعني كاين مناطق يوضعوه غير بالسميد وحده، وكاين اللي يخلطوا السميد والطاحين أو الفرينة، وكاين اللي يديروا كما احنايا نديروا غير الطاحين. هنا بداية عندنا 4 كيسان تاع الطحين، كنا غربلناهم جيدا. نضيف لهم نصف ملعقة كبيرة تاع الأكل تاع ملح، كذلك ملعقة كبيرة تاع سكر، دورنا تاع السكر باش يعطينا ديك الحمورية الشابة تاع اللي تجي في الكسرة ديالنا، وكذلك نص كيس تاع الخميرة الكيميائية راح تساعد باش يتحمر، وكذلك باش يجينا مقرمش. نمزجو كامل هاد المكونات هكذا ناشف ناشف. ونضيفو كاس تاع زيت، كاس تاع 240 مليلتر تاع زيت. دوك هذه المرحله نبداو نبسو الطحين والزيت، نحاولوا ندخلوا هذيك الزيت في الطحين. هنا كما راكم تشوفوا بسسنا الخليط تاعنا جيدا، دخلنا هذيك الزيت في الطحين. دوك نبداو نجمعوه بالماء. وضعت هنا كاس تاع الماء، راح نشوف الا يكفيني ولا لا. المهم هنا ما نعجنوش، يعني نليمو فقط بالاطراف الاصابع حتى تحصلي على عجينه طريه تقدري تحليها بالحلال. هنا مازال يخصها الماء، نضيفو نص كاس ثاني. نضيفوه بشويه ونشوف، يعني ما تزبيش روحك تضيفي الماء دفعه واحده من بعد تجرالك وما تقدريش تحليها. هذه المقادير مضبوطه 100%. هنا كذلك مازال شويه، نضيف لها ربع كاس ونشوف. كما راكم تشوفوا نضيف الماء قطره بقطره. هنا خلاص تحصلت على القوام اللي راني حباته. كما راكم تشوفوا هنا عجينه طريه، شوفوا هذا هو القوام اللي لازم تحصلي عليه. في هذه المرحله نليموها ونوضعوها كور. هنا نشكل منها انا 6 كرات ونجيو نحلوها. هنا هذو هما الكرات تاعنا بعد ما جمعنا العجين وشكلناهم. دوك في هذه المرحله رايحين نرشوا شويه تاع الفرينه على لو بلون دو طرافاي تاعنا ونبداو نحلوهم بسمك رقيق. هنا هذه الكرات تاعنا تاع العجين بعد ما بدينا نحلو فيها نزيدو نرقوها على هكذا، يعني السمك لازم يكون 4 ملم او اقل شويه، لانه فيها الخميره وراح تزيد يضاعف الحجم تاعها كي نوضعوها في الطاجين. هنا كنت وضعت الطاجين سخن، يعني راح نطيبوها مباشره. نزيدو نرقوها. نحاولوا نعطوها الشكل الدائري. بعد ما حليناها بسمك 4 ملم رايحين ناخذوا الحله تاعنا ونلويوها عليه، بعد ناخذوها مباشره للفرن.
هنا الطاجين تاعنا كان سخن جيدا. الحين نوضعوها غير بشويه، نحاولوا نستويها كامل الطاجين. هنا نجيبوا شوكه ونثقبوها كامل على الوجه تاعها، يعني باش ما تنفخناش. الفرن راه شاعل على درجه متوسطه، ما تزيدوش بزاف على خاطر راح تنحرق لكم من الاسفل وتبقى خضره من الداخل، يعني نار متوسطه فقط. كذا نخليوها طيب حتى تحمرنا من الاسفل جيدا، من بعد نقلبوها الجهه الثانيه. نجيو الخبزه الثانيه نحلوها بنفس الطريقه. انا كنت راح نرش لها فرينه، لقيت الجينه تاعي ما تلصقش، يعني هذيك الزيت ساعدت. راكم تشوفوا انا نقدر نرفدها بلا ما تلصق. نحاول نطبقها كامل وفي نفس الوقت نعطيها الشكل الدائري. نجيو نقلبوا الكسره ديالنا، شوفوها كما راكم تشوفوا تحمرت لنا. هذه هي نخلوها طيبه للوجه الثاني. كما راكم تشوفوا هنا الكسره تاعنا تحمرت لنا من كل الجوانب. وفي هذه المرحله نحيها، نجيبو صحن كبير باش ما تكسرناش ونحيوها. كما راكم تشوفوا هذه هي، شوفوا كيفاش خلط لنا اللون الاحمر الجميل. كما راكم تشوفوا هذا هو خبز الفطير ديالنا، راه واجد. جاوني انا الكميه تاع 4 كيسان تاع الفرينه، جاوني 3 خبزات او 3 قرصات كما راكم تشوفوا. جات فيه قرمشه ما شاء الله. كما راكم تشوفوا لازم هذا الخبز يكون هكذا رقيق. من بعد تقسميه مثلثات او تقسمي الخبزه على 4 كما حبيتي، هنا لك الاختيار. تشربيه مع قهوه العشيه ولا مع قهوه الصباح، وكاين اللي ياكلوه حتى هكذاك، او يعني تستعمليه مع الغداء ولا العشاء كما تحبي، يعني كل انسان كيفاش يحب ياكل. لهنا نكون لحقنا لنهايه الفيديو تاع اليوم. نتمنى لكم ان شاء الله الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.